اخيرا لقيت مطعم في مصر بيعمل كل الاكلات العربيه زي المنسف الاردني والمقلوبه الفلسطيني والمبكبكه الليبي. والمطعم هو بيت لحم في الكوربه في مصر الجديده. المكان فيه قعدات اندور واوت دور، وفيه قعدات كمان في الدور الثاني لو انتوا حابين قعدات كده فايبس لوحدكم. انا طلبت حاجات كتيره زي حمام محشي ومنسف اردني ومقلوبه فلسطيني. بدات باول حاجه المبكبكه الليبي بيكون معاها كفته. كميه الصلصه اللي في المكرونه كانت حلوه جدا، وطعم المكرونه مع الصلصه كان خطير. كنت طالب منسف اردني بتكون صينيه مفروشه رز وعليها قطع لحمه من فوق. اللحمه بقى كانت دايبه دوب حرفيا، واحسن حاجه ان اللحمه مش واخده توابل كتير فطعمها كان باين قوي. ده بقى اسمه الجميد، نوع من انواع لبن الماعز بيتحط على الرز واللحمه كده، وبيكون طعم الرز خطير قوي معاه بجد، كان حلو قوي. دخلت بعد كده على الحمام. الحمام كده كان مقرمش كده، والبهارات بتاعه الرز كانت حلوه جدا. عايز اقول لكم بقى ان لحمه الحمام كانت دايبه جدا وطعمها مسكر قوي. دي بقى بتكون فراخ محطوطه في كيس حراري بالخلطه كده، بتتحط على الرز البسمتي، وكان طعمها في حته تانية خالص. دي بقى المقلوبه الفلسطيني.